اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. النهارده جايين نتكلم على حاجه مهمه جدا حصلت من سنه بالظبط. اول ما البنوك طرحت الشهادات ال 18%، ناس كتيره جدا وفي مليارات اتحطت في البنوك. ناس كتيره جدا كانت محتاره، قالت ده افضل استثمار لو انا احط فلوسي ويجي لها فايده شهريه او فايده سنويه. ناس كتير قالت لا انا احط في العقار. عشان كده لازم تركز جدا ان العقار اللي انت شاريه او الاستثمار اللي بتاخده فيه ثلاث عوامل. اول حاجه قيمة مقابل سعر، مشروع بثبات أعمال بملاءة مالية بموقع مميز في عامل الندرة. دي أول نقطة. تاني نقطة إن أنت بتدور على حاجة لو عملت لها إعادة بيع في وقت من الأوقات كمان سنة أو سنتين إزاي تكسب فيها، زي الناس اللي قلت لكم اشترت سعر المتر كان في حاجات ب 20 وب 30 دلوقتي ب 40 وب 50 وب 60، نفس الحاجة ونفس تميز الحاجة. نتكلم بصفة عامة دلوقتي ايه أهم المناطق مثلا اللي بيدور على إداري في العاصمة الإدارية. هنقول له إن أهم ثلاث مناطق هي المنطقة الأولى طبعا منطقة السي بي دي، المنطقة اللي فيها البرج الأيقوني والأبراج الصينية ناطحات للسحاب. في مشاريع قويه جدا موجوده في المنطقه دي، والمنطقه دي هي بتستهدف فعلا الشركات المالتي ناشونال. فلو احنا بنتكلم على تشغيل قريب، هو اميز منطقه هتكون الحي المالي والحي الاداري. الشركات اللي هتدور ان انت تشتري فيها تجاري تكون بادجتها قليل جدا، لازم تعرف ان ده هيكون استثمار حلو جدا طبعا ولكن طويل الاجل. الوحده بتاعتك الاوتوكاد بتاعها عامل ازاي؟ ممكن تكون وحده مخنوقه جدا للوحدات التجاريه، وحده شاريها برقم بس في الاخر وحده داخليه ومخنوقه جدا، فهيبقى صعبه التشغيل. هتيجي تعمل لها اعاده بيع او ريسيل مش هتعرف. فلازم تشتري عقار في اي وقت عايز تطلع منه او محتاج سيوله في اي وقت لبيتك او لاولادك، تقدر تبيعه بسهوله جدا وتكسب فيه عشان هو فيه عامل الندره، عشان انت شاري مع مطور قوي، مطور عنده ثبت اعمال، مكان المشروع مميز جدا. فدي عوامل كتيره جدا لازم تتبعها. طيب لو البادجت بتاعتك كتجاري وانت بتدور على تجاري لكن هي مش سامحه ان انت تاخد حاجه مميزه، فانا انصحك ان انت تاخد اداري في عامل الندره، زي مثلا الاداري اللي في الحي المالي. طبعا التجاري هو رقم واحد بس التجاري ليه معايير معينه. بمعنى ايه ليه معايير معينه؟ يعني واحد مثلا معاه 2 مليون، لازم يعرف ان ال 2 مليون مش هيجيب له حاجه مميزه في التجاري، عشان ممكن نلاقي عروض برضو موجوده ولكن انا نصيحتي هي مش هتكون افضل حاجه. ليه مش افضل حاجه؟ عشان هيبقى في مشاريع منافسه ليها وفي عامل الندره واضخم وليها شركه اداره قويه جدا، اكيد هي اللي هتاخد المنافسه الكبيره. وباذن الله التوفيق لاي حد وربنا يوفق الجميع.